السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة لوبيا ورز بشعرية، غدا بسيط كده وسريع. أنا قبل ما مسلق اللوبيا كنت نقعتها من بالليل أو تنقعيها لمدة ساعتين، بعدين تدلقي المية بتاعت النقع وتحط لها مية نضيفة في الحلة وتسيبها بقى لغاية لما تغلي غلوتين كده تستوي. بعد كده تصفيها. هبدأ بقى اعمل لها الصلصة بتاعتها. حطيت حلة على النار وفيها معلقة سمنة. لما السمنة سخنت حطيت لها معلقة كبيرة توم مفروم. هشوح التوم اديله اللون الذهبي الخفيف ده. هحط كزبرة اشوحها مع التوم، بتدي طبعا ريحة جميلة. وهحط بهارات اللي هي ال7 بهارات دي، برضو نص معلقة صغيرة، واشوحهم مع التومة شوية. بعدين احط بقى عصير الطماطم. طبعا انا كنت عاملة سلقة نص كيلو لوبيا وده كيلو طماطم. اديها بقى تقليبة وبعدين اسيبها تاخد غلوة واحدة بس. بعد بقى ما غليت الغلوة، طبعا انا اللوبيا بعد ما اتسلقت انا صفيتها اهي. هحطها بقى واقلبها مع الصلصة. طبعا اللوبيا مستوية، هسيبها بس تاخد غلوة واطفي عليها. طبعا في ناس بتحب تعمل اللوبيا والفاصوليا بالبصل، انا بحبهم بالثوم، فانت براحتك، عايزه تعملهم بالبصل ماشي، وبالثوم بتبقى اجمل. جربوها بالثوم، اللي ما جربهاش بالثوم تبقى احلى. هنا خلاص هي خدت الغلوه وهطفي عليها. هعمل بقى الرز ابو شعريه. حطيت طبعا معلقتين سمنه، ولما سخنوا حطيت الشعريه اللي انا عايزه احمرها. انا بحب الشعريه قد الرز، انت براحتك بقى. حطيت لها ملح وانا بحمرها عشان تتحمر قوام وتخلي لون الشعريه لون واحد، اللون ده يبقى لونها واحد كده. بس حمرتها بقى لما بقى لونها ذهبي حلو كده، رحت حاطه بقى عليها الرز اللي انا غسلاه مصفيه من قبل كده. حطيت اهو الملح، هقلبهم بقى تقليبه حلوه بحيث ان انا اغلف كله بقى كده بالسمنه اللي انا حطاها. خلاص بعدين اكون بقى مسخنه ميه في الكتل واحطها بقى عليه. انا بحب احط ميه سخنه للرز، بتفلفله كده وبتطلعه جميل. هسيبه بقى لغايه لما يتشرب وبعدين انقله على عين صغيره لغايه ما يستوي. هنا انا نقلته اهو لما اتشرب وهسيبه بقى يستوي. وهنا الاكل اهو قدمته. يا رب يكون الطريقه عجبتكم، وبألف هنا وشفا.